سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أصدقائي، كيف حالكم؟ ونكمل من الحلقة السابقة، ونتذكر لما شاشة النظام طلعت أمامه وتقول تمت الخلافة، وبعدها بنشوف بطلنا وهو بيشعر بألم في جسده. بدأ يتحول ويصبح شيئا غريبا آخر، ويتذكر أيضا صوت أخيه الأصغر وهو يقول إلى أخي الذي سيسمع هذا الكلام يوما ما. وبعدها نرى صورة الأخ الأصغر وجسده مليئا بالدماء، ولقد تعرض للطعن على يد الأشخاص الذين كان يحبهم. ثم يقول النظام تم إكمال الإيقاظ، لم تكتمل الخلافة. يرجى إكمال الخلافة عندما تصبح حالتك الجسدية جيدة. التقدم الحالي في الخلافة هو 5%. حالتك الآن غير مستقرة، وقدرات جسدك لم تتمكن بعد. تم تطوير طبيعتك وتم اكتشافها وتمت إضافة مهاراتك. يمكنك الآن تسجيل نفسك لاعبا في البرج. فيقول بطلنا في نفسه أنا الآن عرفت بالتحديد ماذا حدث لأخي. عرفت الآن لماذا أرشد إلي الموت ولماذا عاد إلي بهذه الطريقة بعد 5 سنوات. إذا كان هذا هو الأمر فأنا بحاجة إلى أن أنتقم له باتباع قواعد ذلك العالم. سأفعل بكم جميعا الشيء نفسه، سأدوس عليكم وأدمركم تدميرا بسبب ما فعلتوه بأخي. وبعدها يرى نافذة النظام أمامه ويقول هل هذه هي شاشة الحالة؟ إنها بالفعل تجعلك تشعر وكأنك داخل لعبة. بعد إكمال الإيقاظ تم رفع حالتي، ولكن حالتي ما زالت ضعيفة جدا. بعدها بنشوف شاشة النظام وهي مكتوب فيها الطبيعة بارد الدم، ستكون دائما صارما عقليا أمام أي موقف، وستكون دائما منيعا ضد أي شيء يؤثر على العقل مثل التحكم العقلي أو غسيل الدماغ. فيقول بطلنا لنفسه طبيعتي ليست سيئة. ثم يقول له النظام مرة أخرى عيون التنين مهارة تخترق حتى الحقيقة، وأنت قادر على رؤية خصائص الأدوات أو قدرات البشر الذين أمامك. فيقول بطلنا في نفسه جونجو أخي قال لي أنه قابل التنين القديم وعقد معه اتفاق في الطابق الأول، هل هذا هو الذي تبقى منه؟ بعدها يرى شيئا آخر في جسده وهو مستغرب، وهو الإحساس المعزز، وأن حواسه ال5 ستتعزز بشكل جذري. فيقول بطلنا لنفسه أنا متأكد أن هذه القدرة أو التي تسمى الإحساس المعزز جاءتني بسبب طبيعتي، ولكن أكثر شيء جذب انتباهي كان شيئا آخر وهو حدة الإدراك. على الأغلب كانت بسبب ذلك. حسنا، سأتمشى مع الأمر من الآن فصاعدا. أشعر أنك كنت تريدني أن أجد الإكسير وأرحل، ولكنني لا أعتقد أنني قادر على فعل ذلك بعد الآن. وبعدها نشاهد بطلنا وهو يتحدث مع شخص عبر الهاتف، فيقول له ماذا تقول يا تشاهيون؟ تريدنا أن نتعشى معا، ولكن هل حدث شيء ما؟ هل لديك مشكلة تريد التحدث عنها؟ ولكن هيون يا أصدقائي، وسأقول هيون، ولكن هيون يغلق الهاتف ويقول لنفسه مع هذا تكون نهاية كل شيء. لقد عرضت بيتي للبائع وأحرقت الزي العسكري والحقيبة أيضا، واشتريت حقيبة أخرى وبعض الملابس وبعض الطعام وبعض السكاكين المشابهة لتلك التي كنت أستخدمها في الجيش وصندوق إسعافات أولي. ويكمل كلامه كنت أريد أن أحصل على مسدس أو شيء متفجر من السوق السوداء، ولكن إذا لم أدعم نفسي بكمية جيدة من الطعام والأشياء المشابهة فسيكون ذلك مضيعة للوقت. ويكمل كلامه يا أصدقائي ونراه يتمشى في الحديقة ويكمل هل الجولة الأولى قد بدأت الآن؟ منذ أسبوع اللاعبون الذين يتأخرون يمنحون أفضلية بحسب مدة تأخيرهم، وكلما جمع شخص نقاط أكثر حقق تقدما أكبر، مع أن هناك أدوات مخفية لا يعرف اللاعبون الجدد عنها شيئا، ويمكن أن تمنح من يحصل عليها أفضلية كبيرة. ومن المفترض أن يكون هذا الشيء قد ظهر بالفعل حتى الآن. فيقترب بطلنا هيون، وأصدقائي نتعرف على اسمه، وأنا آسف اللي أنا جاي له متأخر، وهو هيون أو تشاهيون. وأنا طبعا من التلخيص والكلام ده أنا أخليه هيون عشان خاطر كل شوية نقول لك تشاهيون تشاهيون، ما علينا نكمل. ويرفع شيئا بيديه وفجأة تتجمع ظلال كثيرة من كل مكان، ويظهر باب أسود قاتم أمامه. فيقول هيون لنفسه سأجعل الناس الذين في الجانب الآخر يعرفون مع من كانوا يعبثون. أنا تشا
جون جوهيون. وأول ما يدخل بطلنا من الباب يظهر إشعار من النظام يقول له: لقد دخلت الطابق الصفر، المكان الذي تبدأ فيه التعليمات. وعندما يفتح عينيه مرة أخرى يقول لنفسه: نعم، لقد دخلت هذا المكان بالفعل، إنه مطابق تماما للمكان الذي رأيته في الذكريات. كان البرج بداية الاختبار لمن يريدون أن يصبحوا ملوك، وأنهم يأتون لهنا في سبيل تخطي البرج الشخصي. لازم يظهر إذا كان يستحق. إذا استخطى شخصا للاختبار يصبح مؤهلا. هو تذكر يا أصدقائي حينما كان يقتل أخوه ويقول: خلف هذا المكان حيث يوجد الناس الذي أذوا أخي، فقط انتظروني قليلا، سأكون هناك قريبا. ويفتح الشنطة التي كانت معه ويقول: في سبيل دخول البرج يجب علي تخطي الاختبار، لا يجب أن أحقق شيئا أقل من المركز الأول، وهذه الأدوات المخفية أيضا يجب أن أجمع ما أستطيع لزيادة حالتي الغير مكتملة. ونراه يلبس قناعا يا أصدقائي، قناعا أبيض، ويكمل في نفسه: قبل تسلق البرج يجب علي أن أجعل خلفيتي أفضل، يجب أن أركز على هذا فقط الآن. ونراه يتقدم إلى تلك البوابة وهو يقول: أيوه ضيف في وقت كهذا، لقد اعتقدت أنني لن أقابلك وأنك فقط سترحل. ونرى بطلنا يستعد لشخص أمامه ويقول: لا يهمكم قلبي لطيف، إذا قمت بإظهار سلوك مثل هذا من الممكن أن أتأذى. ما رأيك أن تضع هذه السكاكين جانبا؟ ونرى ذلك العفريت يتكلم ويقول: تشرفت بلقائك، أنا مدير الطابق وأيضا المشرف أبيول كيرا. اللقاء هكذا، لا بد أنه القدر، ألا يجب عليك على الأقل أن تصفق لي؟ ويقول ذلك الوحش وهو يكمل: هل تصدقني؟ فيقول بطلنا: نصيحة من المدير، ربما أي شخص قد يلقيها بعيدا ولا يهتم، ولكن من الجيد أن تحتفظ بها في عقلك. كل ذلك الوحش له: على ما يبدو أنك تعلم عنا بطريقة ما، لقد اعتقدت أنك فقط شخصا خجولا لأنك ترتدي قناع، بما أنك نوعا ما مألوف. هذا سيجعل الكلام أسهل. ويعرفنا على الرتب ويقول: هذا الاختبار لديه 7 مراحل، من الرتبة A إلى الرتبة G. كل فقرة تحتوي على بيئتها الخاصة، كل واحدة مع اختبار مختلف يجب أن يكتمل. البداية A B C D E F G. الهدف خلال الوقت المحدد لك مجموع نقاطك سيتم حسابها بناء على طريقتك في إكمال الاختبار. جميع النقاط سيتم جمعها وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية. ويكمل ذلك الوحش كلامه: ما هي فوائد الحصول على نقاط مرتفعة؟ ونرى في الشاشة أمامنا جائزة نقاط. الحصول على نقاط أعلى، جائزتك تكون أفضل في المستقبل. أنا متأكد أنني شرحت كل شيء إليك الآن. ويقول بطلنا له: كم الوقت الذي لدي؟ ويقول ذلك الوحش: سيكون لديك 30 يوم. شهرا يا أصدقائي. كيف ستقوم باجتيازه لكل فقرة؟ عائد إليك أيها اللاعب. نحن مررنا بأسبوع بالفعل في هذه الجولة. بالفعل ماذا ستفعل؟ هل تريد انتظار الجولة القادمة أم ماذا؟ ويقول بطلنا في نفسه: المجموعة المتفوقة متقدمة بفارق كبير في النقاط، بحيث يستحيل على أي مبتدئ أن يصل إليهم. كنت أتوقع أن يحدث كل هذا. ويكمل الوحش كيرا: كذلك عندما تكمل المرحلة A ينصح بإنشاء فريق مكون من 3 إلى 5 أشخاص، بالرغم مع أنني أقول إن الأفضل لك أن تكون بمفردك. إذا كنت تريد تحقيق أعلى نتيجة في البرج ينمو مع أداء اللاعب ومع مساهمتك فيه، سيقيم عملك، والطريقة التي ستجمع بها نتائجك ستكون منفصلة، لذلك لا تقلق. ونرى كيرا وهو مبتسم ابتسامة شريرة على ما أظن. ويقول كيرا في نفسه: مع الطبيعة أن معظم اللاعبين الذين يسلكون أحد الطريقين يذهبون بمفردهم ويموتون بسرعة، أو يصبحون عبرة ليراهم الآخرون. وفيقول له يون: فهمت كل شيء تماما،
فيرد كيرا: إذا كان هذا كل شيء فسأبدأ الاختبار مباشرة. ثم يرفع كيرا إصبعيه ويقول: النظام بدأ اختبار الطابق 0. هذا الاختبار مخصص للقادمين الجدد الذين يحاولون أن يصبحوا ملوكا ولذلك يتسلقون البرج. ويقول له النظام: هيون، عليك أن تثبت أنك تستحق ذلك. المطلوب الحصول على أعلى نتيجة خلال الوقت المحدد، والوقت المحدد هو 549 ساعة و37 دقيقة و88 ثانية. ويبدأ الوقت بالفعل يا أصدقائي، وأول ما يضع بطلنا هيون قدمه يقول له النظام إنه دخل المرحلة A أو المنطقة A، ويجب عليك تدمير جميع الفخاخ الموجودة في هذه المرحلة أو تجنبها. وفجأة يا أصدقائي ينطلق سهم بسرعة الصاروخ ويمر بجانب بطلنا هيون ويجرح ذراعه، لكن بطلنا يتفادى بقية السهام وهو يقول لنفسه: المذكرات حذرتني من هذا الشيء مهما يكن، بما أن أماكن وآثار هذه الفخاخ غير معروفة، فهذه المعرفة لن تساعدني كثيرا. ويحاول بطلنا هيون تفادي جميع الضربات القادمة نحوه بسرعة كبيرة، وبينما يضع الحقيبة أمامه ويقول لنفسه: إنها سهام حديدية، يجب أن أقترب من الحائط وأخفض جسدي قدر المستطاع. ولكن يا أصدقائي هنا يأتي سهم آخر غير متوقع ويخترق ذراع بطلنا هيون. بعدها يقول له النظام: ألم شديد اجتاح جسدك، أنت الآن في حالة صدمة، طبيعتك باردة الدم ستجعلك هادئا، أنت لا تشعر بالصدمة، لقد طورت مناعة ضد الألم. فيقول هيون لنفسه: كنت أعلم أن هذا خطير، لكنني لم أتوقع أن يكون بهذه الدرجة. إذا بدأت الأمور بهذه الطريقة منذ البداية فسأجن جنوني. وبكده أصدقائي تكون خلصت حكايتنا النهاردة. ويا ترى بطلنا هيعمل ايه في الاختبار الأول وهو لسه في اختبار 0؟ وهل هيكمل فيه ولا هيموت؟ كل ده هنعرفوه في الحلقات اللي جاية. يا ريت تصلي على النبي وتدينا رأيك في تعليق، وسلام.